احنا اليوم في جولة راح نكون مع المواطنين في أول أيام عيد الأضحى المبارك. راح نستطلع معاهم الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي وتأثيره على مزاج الشارع في هذه المناسبة. ابقوا ويانا بهذه الجولة. أوكي يلا بس تعال شوف هذه شلون راح أقولها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيبي؟ هلا حبيبي. هاي شنو صاير بك انت؟ شكو؟ كلش يعني وضعيتك مو زينه، هاي شنو وجهك؟ انت شو تدخن؟ انا ادخن قلواز. لا بشرفك، هاي جناس مال ابو ذي مو جقاير. بعدين انا اللي يقول لي قلواز اقول له احترم نفسك لك، هاي احسها غلطه يعني. انا اسف، شو اسوي هسه؟ حبيبي هاي جقاير تخبل دخنها تستقر وضعيتك، شوفها جربها اذا تريد. ابي ايش الباكيت؟ ورخيص ب 500 دينار. اعطيني بعد واحد. هاي بعد واحد وتدلل. هاك حبيبي. دخليها. لا خذها حبيبي. بشرفك. على باب الله. اشققها والله اشققها. وين شقيك؟ بالجنطه بعدين انا شو مسوي بروحك؟ هاي كتبت شعر في الحركه مال مندوب. اي شنو هذا؟ الجقاير والتتن لفلي والفلاك والف لامي والف لاختي والف لاك، الشوارع كلهن انسدن والافلاك. بس هذا نقص. لا انتظر شوي خلي استدير لك. وساحه النصر يحسبوها فلكه علي بشرفك، هي استداره يعني يحسبوها فلكه ما يصير يعني. اي صحيح. لا واقفه بعدين. السلام عليكم. عليكم السلام. بس ممكن خصتك لقاء بس الله يخليك. تعال تفضل حبيبي. تفضل هاي الكاميرا مالتنا. تاخذ لك تكه لجهال. يابا شنو بيتزا ياخذ تكل الجهال؟ زين احنا بالبدايه نرحب بيك. اهلا وسهلا. احنا بدنا نسوي جوله بالعيد وعندنا مجموعه اسئله نريد نسالك اياها. اول سؤال يعني شو تقول على الوضع الاقتصادي المتدني المتردد المواطن العراقي؟ يعني والله العظيم صح. ويجيك يقول لك الشعب العراقي ليش يدخن؟ يعني ليش؟ حبيبي بس ممكن لا تتدخل لانه يعني عندنا لقاء هذا تلفزيوني. انا اسف والله العظيم. يعني ما بدنا نحكي بالشارع. بس شفتك بس خليني مفروض اكمل والله. شغل الله يخليك. اسف هاي اول مره انزل للشارع تراني. صدق والله؟ اي والله العظيم. هاني هم اول مره اللي ما شايفك يعني. انت ايش تشتغل؟ اني مندوب مال جقاير يعني. ايوه انا اشتغل بقناه، شنو الربط بيناتنا؟ لا عاد بشرفك يعني بشرفك، هسه انت جبتها هاي الغمدان جقاره. الغمدان المفروض يعني واحد خوز زلمه سبع فيقولوا له باع هذا غمدان سبع. هاي هيك تجي. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. بعدين انت شو تدخن؟ حبيبي انا ما ادخن. ما تدخن؟ فاحنا ايش نريد نقول؟ احنا نريد نسالك سؤال. يعني بعد شو يسوي بكم داعش حتى تدخنون؟ بس قل لي. حبيبي الله يخليك هذا تسجيل ما اقدر كل ساعه اقطعاني. ما اقدر كل ساعه. والله العظيم صح. فاحنا نريد نسالك عن هاي المواضيع حتى انت تجاوبنا بشفافيه باعتبارك مواطن مثل باقي المواطنين. اي استاذ اذا مواطن ومثل المواطنين، هاي الجقاير سومر منتج وطني، لو شنو انتم ضد الوطن؟ هذا خلصان حتى باع شلون يمشي بالسوق؟ حبيبي اني ما ادخن اصلا لان عندي ربو. حبيبي عندك ربو؟ اي على راسي، بس هاي خذ جقاير. مثل ما شفت الخطه الامنيه اللي صارت بالفتره الاخيره المسؤوله عنها وزاره الداخليه. استاذ حبيبي اي شيء تحتاجه بوزاره الداخليه يمي، توفيق ابو شهاب يمي. شنو توفيق ابو شهاب؟ ابو شهاب احمد معروفه. حبيب قلبي لعد هي الوشاش منطقه بشرفك. ليش مو منطقه؟ يعني انا اعرف الوشاش الله يذبه بالنار لان لا حول ولا قوه الا بالله. اي نرجع لوزاره الداخليه. اوقف لحظه، انت قلت عندك عرف وزاره الداخليه؟ هي عندي. والله شنو العرف مالتك؟ جبار صديقي. جبار هذا وكيل شنو وزير شنو؟ لا حبيبي تسمع مني، مسؤول جراج وزاره الداخليه، وحتى اكون دقيق وياك مكنك على مكتب الوزير. هو مكنك على مكتب الوزير؟ يعني اي شيء تحتاج انت باسورد مال الوزير هذا كله موجود يعني. موجود. شكرا جزيلا قلبي شكرا. شكرا حبيبي. ممكن نكمل لو لا؟ انا يعني. اسف والله العظيم صحيح. ويقول لك الشعب العراقي ليش يدخل؟ مشاكل وزاره الصحه امتدت الى ابعاد بعيده يعني، تخيل لزموا دول طلع بفساد للربو للدوالي اذا سامع مرض. استاذ الله يخليك بشرفك، الدوالي مرض، الدوالي المفروض مثلا المصيف بسليمانيه ترهم. عليك داعت هذا الجناس والافلاك، عوفنا نشتغل. والله العظيم صح. عوفنا نشتغل. والله ويقول لك الشعب العراقي ليش يدخل؟ عندي استعداد اكتب لك دارمي على البنطلون بس عوفنا نشتغل. هاي بيجامه استاذ. اي شيء بس خلص من حتى اكون دقيق وياك. خلصنا الله يخليك. اسف. احنا في قناتنا قناه العائله العراقيه بدنا نحاول نقدم كل هاي التفاصيل حتى نسعد العائله. استاذ انتم يا قناه هنا بغداد. يعني ويا شهد؟ عيب هذا الحكي استاذ، ما يصير تسالني بهالطريقه اصلا. انا اسف. والله العظيم صح. خلينا نكمل اللقاء. والله العظيم صح. يعني عيب لو مو عيب؟ عيب، انا المفروض ما اتدخل. مو؟ صح. بس استاذ هي عندها فيس؟ يعني اكيد عندها فيس، وارجوك لا تسالني هالاسئله. يعني نروح دور بالفيس تلقاها. صحيح والله انا اسف، والله العظيم صح، انا كلش اسف. يعني صرت تسالني بس اسالك هذا السؤال؟ لا يعني من حقك تسالني هذا السؤال؟ ابد مو من انا غلطان يعني، صدق مو من حقي يعني اسوي تصرفات
اسف كمل اسف. راجع ابياتك. صح. زين الانستغرام مالتها ايش قد يعني متابعينها؟ يعني انت تضيفها وهيك. تريد الرقم؟ لا ادزك اياه مسج؟ لا استاذ. ليش ماخذ رقمه ورقمك ونتبادل وهذا؟ لا مع الاسف عليك، انا اسف كمل او اعتذر، انا المفروض لا بس يعني اسالك المره الثالثه، يصير تسالي اسئله انت يعني؟ لا المفروض غير صراحه. اخلاقا يصير؟ لا اخلاقا ما يصير، وانا يعني اكتشفت ما عندي اخلاق بهاي اللحظه بعد ما تتكرر، خلاص ها هي. فاحنا ايش راح نسوي؟ بس انا حافظ لها شعر. شنو الشعر؟ والله تعال قوله تعال. شعر؟ تعال روح انت روح. تعال بس يا اغنيه انا كلش احبها. ايش تقول؟ تفضل. راح حبيت غيرك انت ما تفيد. تفضل استاذ، انت هذا قدامك الكاميرا، تعال هنا قدامك هاي الكاميرا وقول الشعر. انا ما اريد اشتغل اصلا. جقاره ما تريد؟ لا شو ما اريد. زين وشهد شنو موضوعها؟